السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، إن شاء الله رافع رؤوسنا ورؤوس أهلكم بالأقسام الزينة بالمعدلات العالية وبالكليات اللي تطمحون إنه تشوفونها. طلاب الغاليين يا بعد عيني، موضوعنا اليوم هو past simple with past perfect، الماضي البسيط مع الماضي التام. ونتذكر إنه عندنا موضوع أستاذ الماضي البسيط مع الماضي المستمر، أخذناه بالوحدة الأولى بيونت 1. أخذنا هذا الشيء وأخذنا بيناتها الربط بجمل ربط، نفس الأدوات ونفس أدوات الربط نقدر نستخدمها لربط بين الماضي البسيط والماضي التام. أدوات الربط هن because, after, when, before، هذين الأربعة. يعني when I bought some postcard، عندما اشتريت بعض البطائق البريدية. I had gone to the hotel، ذهبت إلى الفندق. ذهبت إلى الفندق شو وقت؟ ورا ما من اشتريت بطاقة البريدية مشيت للفندق. تمام؟ زين. I didn't recognize the place، ما لاحظت المكان. ليش؟ because it had changed so much، تغير بشكل كامل. هذني الشغلتين، انه انت تستخدم ادوات الربط when، because، وعندك ادوات الربط الاخرى اللي after و before تربط. لكن طريقة الربط مالتهن شوف شلون. إذا عندك after أو because لازم يجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. إذا عندك before أو when لازم يجي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي تام. من الممكن أذني أدوات الربط يجي بالبداية. بهاي الحالة لازم يكون عندك الترتيب بهذا الشكل: after و because يتبعها ماضي تام، when و before يتبعها ماضي بسيط. اللي يبقى من الجملة تخلي فارزة وتخليهن. يعني من خلت after و because خلت بعدها ماضي تام لازم تخلي فارزة بعدين تخلي الماضي البسيط. من خلت when و before خلت بعدها ماضي بسيط تخلي فارزة بعدين تخلي الماضي التام. وإذا جانا أدوات الربط بالوسط ما تحتاج الفارزة، وكل اللي عليك إنه after و because يتبعها ماضي تام، before و when يتبعها ماضي بسيط، البقية يروح بالنهاية يجي بالبداية، مو مشكلة. المهم يكون عندي بهذا الترتيب، انه هاي يتبعها ماضي تام وذن يتبعها الماضي بسيط. للتذكير، قاعدة الماضي البسيط فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة. النفي مالها فاعل زائد didn't زائد فعل مجرد، didn't زائد فعل مجرد لا تنسى، زائد تكملة. شوف didn't هذه بعدين جبت لها فعل مجرد، تمام؟ وهذا القاعدة الأولى فاعل زائد فعل ماضي. زين. الماضي التام فاعل زائد had زائد تصريف ثالث زائد تكملة. النفي ماله فاعل زائد hadn't زائد تصريف ثالث زائد تكملة. يعني إذا جاب لك جمل تريد تعرف البسيط من التام، عندك كلمة had زائد تصريف ثالث للتام، أو hadn't زائد تصريف ثالث، هذا عرفت إنه ماضي تام. الماضي البسيط تعرفوا انه الفعل ماضي ماكو وياه اي فعل مساعد ابد، او didn't زائد فعل مجرد، او didn't زائد فعل مجرد، هيك تعرف الماضي البسيط من الماضي التام. أسئلة الربط بين الأزمنة واضحة وصريحة، اما ينطيك أداة الربط وينطيك الجملتين كاملات ويقول لك اربط لي اياها، انت عاد تشوف تخليها بالوسط لو تخليها بالبداية حسب الجملة، او ينطيك أداة الربط وينطيك الجملتين بين أفعال المفروض تصلح، فأنت على أداة الربط تشوف شنو اللي يتبعها وتصلح الأفعال. يعني we had to buy a new clothes، the airline had lost our baggage. زين أستاذ قلت لنا إنه ممكن يجيك أداة ربط ويقول لك اربط لي الجملتين، ومنطيني جملتين كاملات وقايل join use because، اربط مستخدم because، وعندنا because يتبعها ماضي تام، وقلت لنا الماضي التام يكون had زائد تصريف ثالث. أنا عندي had بهذا المكان وعندي had بهذا المكان. زين هذا الهاد تبعها تصريف ثالث؟ لا، تبعتها to، إذن هذا بسيط. زين هذا الهاد شنو اتبعها؟ تصريف ثالث، هاد زائد تصريف ثالث، معناه هذه تام. زين هو رايد من عند الربط بكلمة because، مباشرة نزل الجملة
واحذف هاي الفارزة وتصير أداة الربط بهذا المكان بالضبط، تصير كاملة حتى يصير ماضي بسيط because ماضي تام. شوف القاعدة شو تقول؟ ماضي بسيط because ماضي تام، وربطت الجملتين بشكل سهل. اندليت الهاد زائد تصريف ثالث هذا تام، وماضي بسيط هذا نعرفه من الفعل بالماضي. هذا نوع من الأسئلة يعطيك أداة الربط ويقول لي اربط. زين، هذا النوع الثاني we leave the classroom after we speak to the teacher. غادرنا الصف من سولفنا للأستاذ، بعد يعني من تكلمنا مع الأستاذ وقايل لك correct صلح الأفعال past simple and past perfect، ماضي بسيط وماضي تام. صلح الأفعال بالماضي البسيط والماضي التام. إذا ما قال لك ماضي بسيط وماضي تام، أنت عندك تعرف after هي أداة ربط. أداة ربط بين شنو؟ ماضي بسيط وماضي تام، أو ماضي بسيط وماضي مستمر. زين، بهاي الحالة شلون؟ أنت كل اللي عليك إنه تعرف أداة الربط، فمن البديهي إنه يعطيك أداة الربط بين شنو لازم. يعني من قال لك صلح الأفعال يذكر لك ماضي بسيط وماضي تام. تمام، زين. هذا الآفتر عندنا حتى نصلح الفعل اللي بعده والفعل اللي قبلها. هذه آفتر، شنو يجي بعدها؟ ماضي تام. شنو يجي قبلها؟ ماضي بسيط. زين، هذا الجملة اللي قبلها تقول ماضي بسيط، يعني فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة. we left حتى يكون فعل ماضي the classroom after. نرجع ننزل after. زين، after we speak to the teacher. زين، شو يقول عندي؟ after يجي بعدها ماضي تام بعد ما صلحت الماضي البسيط وصلحت الفعل. after يجي بعدها ماضي تام، يعني فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث. الفاعل موجود عندي وي، هاد ماكو انزلها. التصريف الثالث لسبيك هو سبوكن، وانزل التكملة ايضا. وبهاي الحالة اكون صلحت الفعلين، الفعل اللي قبل افتر ماضي بسيط، والفعل اللي بعده افتر ماضي تام. وبهاي الحالة عن طريق أداة الربط عرفت شلون اصلح الفعل اللي بعد والفعل اللي قبل. هذا الأسئلة البديهية. لو ينطيك أداة الربط ويقول لك اربط لك جملتين، لو منطيك أداة الربط بس اكو خلل بالجملتين فعل لازم تصلحه على أساس أداة الربط تعرفه بين شنو وشنو، تصلح اللي بعدها وتصلح اللي قبلها. هذا كل ما يتعلق بين الربط بالماضي البسيط مع الماضي التام للصف السادس الإعدادي بالوحدة الخامسة. أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله. في مع الله.